اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. شوفوا لي الطقس وشوفوا لي المطر الحاله. امس برك نقول لكم شوفوا الطقس محلاه كيفاش الشمس. اليوم صباحة مطر، اش نقول لكم، وبرد. ان شاء الله انتم تكونوا في خير ونعمه يا ربي، وان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله نهاركم كلها فرح وسعاده يا ربي. ومرحبا بكم في فيديو جديد، وان شاء الله يعجبكم. وما تنسونيش في اللايك، والمش مشترك يشترك في القناة فضلا وليس امرا. خليكم مع بقية الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم بوصفة البريك الدنوني. وصفة سهلة وبرسك نعرفها الناس الكل، خاصة نحنا التوانسة. وهكاك هاني عملتها البنات اللي جدد وأول مرة في الكوزينة متاعهم، العريسات والبنيات اللي مازالوا نافحين. هاني جيتكم بوصفة سهلة تعمليها وبنينة برشا. تبعيني في الفيديو واعمليه، ما لا تخافي منها لا شيء، خاطرها سهلة. تبعي كيما عملت انايا بالضبط وتجيك مريقلة وصحة وبالشفاء للعباد اللي باش تجربها. عملت سميد رطب. سميد احنا نقولوا سميد رطب، ثم يقولوا سميد ارطب، وثم يقولوا كل واحد ايش يقول. سميد متاع الخبز هذاك. كيلة سميد خبز، وكيلة سميد متوسط. وسميد متوسط هو السميد نعملو بيه في المقروض، هذاك الجويد هذاك. ما ثم الرطب واللي قبله جويد. نعملو كيلة وكيلة فرينة، ونذوب شوية زبدة وخلطوها بالزيت ون... ونبدو نبسو فيه. الوصفة هذه البنات ما تحبش العجنة، نوصيك ما تحبش العجنة، تحب اللمة. لمي زيدي الزيت وبثيه بالزيت الكل. عبارة تعملي في المقروض، العبال اللي تعمل في المقروض تعرف معناها كيفاش. عبارة تعملي عجينة متاع مقروض. تبدي تبثبثي فيه بالزيت والزبدة. انا ما عملتش زيت زيتون البنات، عملت زيت نجم هذاك تقولوا انتم الزيت العادي. علاش؟ على خاطر تجي قويه. بزيت زيتونه تجي قويه برشا. ما عملتش زيت زيتونه، ومع الزبده والكل ديجا تجي طعم الزبده يجي اكثر من القو معناها اكثر من الزيت، ما تفيقيش بيه الزيت. وبعد تلي ماء دافي وتبدي تلمي انتي معناها عينك ميزانك الماء. هانك تصبي وتشوفي في ايدك ديجا هي تشوفي و... وتلم، ما تعجنيش. لمي وإذا ساعات تعطيه ضربتك بايدك وكهو. ها انا قاعده نزيد في الماء، نحاول نلمها وفي نفس الوقت نحاول ما نعجنهاش. باش يدخل فيها الماء عملتها كيف هكاك. هنا زاد اخواتنا اللي يتفرجوا فيا، عندي برشا يتفرجوا فيا من العراق. مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم، وان شاء الله يا رب تكونوا تفهموا فيا. وهني على قليله هني نجيكم ديما بطريقه مبسطه باش هكاك نعلمكم كيفاش تعملوا ماكلتنا التونسيه. مكثر البلدان يموتوا على الماكله التونسيه متاعنا، يحبوها برشا. هاني سهلة. ومن بعد تالي نحطها في ساشي ونسكروا عليه نخلوه. هاني صيت لمت، نحطها في ساشي تخليها ساعة ساعتين، المهم تخليها ترتاح بالكدا. بعد ترجعي لها وقت اللي خليتها انا، الوقت اللي ترتاح فيه جيت باش نعمل الحشو. باش نعمله خذيت بصلة وقليتها
هكذا بكذا. الحشو راهو كل واحد واش يحب يعمل الحشو، كل واحد والرغبة متاعه. ثم عباد تعمل حشو بسيط معناها عظام معناها تبرش العظام وتعمل يعملوا طن ويعملوا يعملوا جبن يعملوا جبن كل حد كيفاش. وثم اللي يعمل سكالوب وثم اللي يعمل لحم مفروم وثم كل واحد والرغبة متاعه، كل واحد شنو يحب يعمل الحشو. انا لهنا عملت لحم مفروم بالطبيعة، ما عملتش كمية كبيرة يعني. عملت كعبات، جبت اللحم مفروم عملته وخليه يتقلى ويتقلى بالكدا. حلي حاولوا حلوه معاك البصل والكل واللفاح. انتي زادا واش تحبي اللفاح متاعك. تم اللي يقولك ما نحبش طعم اللحم يتبدل، يعمل كان ملح وشوي ملح وشوي كركم. ثم اللي يحب برشا فاحات، ثم اللي يحب يعمل الزعتر الكليل. كل واحد واش يحب، كل واحد وباش يفوح. انا عملت شوي كركم، شوي ملح، شوي فلفل اكحل وشوي فاح. واني ما خليتهمش يطيبوا في ماء ملحق، زدتهم الماء، زدتها شوي ماء خاطر اللحم نحب يطيب بالقدا. زدته شوي ماء. ثم عباد تقولك تسيب الماء متاعه يطيب فيه، ما يطيبش يسيب صحيح ماء متاعه اما ما يطيباش خاطر اللحم. انا نزيد شوي ماء. ديما هاني نحاول نعمل لكم وصفات سهلين هكا. نخمم في العباد ما تعرفش عاداتنا التوانسة، ما تعرفش ماكلتنا، نخمم في العباد جدد وان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تكون تعجبكم. وبالطبيعة راي هذه طريقتي زادة باش ما هذه طريقتي انايا في الطبخ. معناه الحاجات اللي نطيب فيهم راني هذوك الطريقة نتاعي الخاصة. كل واحد وطريقته كل واحد كيفاش معناه يطيب. ثم اللي ما يحبش مطعم الزبدة في العجينة يعمل زيت. معناه ما تحيروش، ما فيهاش قانون، ما ثمش قانون راهو في الماكلة. بدلي حاجة ما تحبيهاش، ما تعجبكش، مطعم الفحم ما تحبيش نحي. حاجة ما تحبيش تعمليها في الماكلة متاعك ما تعمليهاش، ما فيهاش قانون راهي. بدلي ديما بدلي. حاجة ما لقيتي وصفة وما عندكش الحاجة هذيك في الكوزينة متاعك، ما عندكش في الدار، بدليها بحاجة أخرى وتجيك نفسها راهي. تجيك نفس الطعم وتجيك بنين. انا ما تحيريش تقولي ما عنديش الحاجه هذيك كيفاش باش نعملها انا. ما تحيريش. لهنيا بعد ما نشف زدت شوي معدنوس. ديما عندي مكنجل معدنوس انا، ديما نشري ونكنجل خاطرني ما نستعملش برشا. كانت نجيبها نحطها في الفريجيدير من غير ما نكنجلها باش يفسدلي. نولي نقطعها الربطة ونحطها في الفريجيدير الكونجيلاتير. يشرب الزيت نتاع الكل وبعد نحوه على الغاز. والوقت اللي باش نحوه هو يبرد شوي خاطر ما نجمش نخلط فيه الجبن وتخلطي فيه باش نجيبو فيه العجينه ونحلوها سخون. خليه يبرد، حطيه يبرد.
هذايا الوقت اللي خلينا ترتاح فيه العجينة الحاجة عملنا فيه تحبي. هذا. وتو الوقت اللي باش بالنسبة نخلو لي أنا فيه هذا عملتها كيفك يبرد، بعد جتني كعيبات صغيروني وأتبعي باللي تحب. أنا جبت الكاس هذاك طبعت بيه في نفس الوقت. من بعد أكل تنحيها هذيك العجينة اللي تنحيها ما تلميهاش ما تعجنيهاش، لميها لما وخليها ترتاح، ومن بعد عاودي حليها هذيك اللي تنحيها. أنا نحي طبعتهم الكل، ومن بعد بديت نعبي فيه. وبالطبيعة أعملوا شوية سميد، هذاك سميد الرطب متاع الخبز، فرشيه تحتها. ديما نحيها خليها ترتاح على جنب، وبعد تالي بعد لميها بإيدك وحليها وأرجعي أطبعيه. جاب القلقال تتحل الطريقة. جوني ما شاء الله كعبات باين بالنسبة لي أنا. هنايا الخليط متاعنا اللحم برد، جبنا الجبن وخلطتها بالجبن بالقداء. انا عملت زدتها كان جبن، انتي زيدي اللي تحبي، ثم يعمل فيها زيتون، ثم يعمل فيها كل واحد واش يحب. انا زدتها جبن. جربت هذوك ما نجحت ليش، وما عرفتش، ما نكذبش عليكم، ما عرفتش نعمل بهم، ما نعرفش، ما عجبونيش يعني كذبش بيك عليكم، ديما نعمل بيديا كيما هكايا انايا. ذاك علاش ممكن جتني ايديا اسهل، ما نعرفش، كل حد كيفاش تعود. انا تعودت بايدي، نحيتهم على الشيرة، عملت بيديا كيما مضارية نعمل بالفرشيطة و... ولا بايدي كيما هكا، كيما حتى بايدي هاو شبيه. سهلة حتى بايدي. الحسيلو قلت المرة هذه خلينا نجرب بيه، ما محاولة فاشلة. يا اما تعملين بالفرشيطة يا اما تعمليها كيما هكاك، عبارة كأنك تظفري فيها هيك. فايدة في البنة راه. فايدة بعد تجيكم بنينة، ما طعم يجي بنين. عبيت لك عيبات الكليك. انا اول ما تعلمت الطياب والكل، مكذبش عليكم، تعلمت من اليوتيوب، ندخل نكتب الوصفة ونعملها. اما من تبعش المراحل كما يقولوا لي، نشوف شنو عملت، شنو استعملت، ومن بعد وحدي. من بعد نستعمل واحد، ما نستعملش مثال 100 جرام 50 جرام. تبدأ بالوزن، عمري ما وزنت، عمري ما شديت حاجة وزنتها. ما نعملش بالميزان، وما نعملش بالقياس، نعمل كيفاش يقولوا، نقيس بقلبي معناه. نعمل معناها بعيني، وتجيني بنينة، وتجيني الحاجة بنينة وسمحة. وديما نتدعدر في الطياب، نتدعدر، ندخل الكوزينة وتلاقيني نطيب، وحاجات ما نعرفهمش خلاص تلاقيني نطيب فيهم وعادي. مرة تجيك باية، مرة تجيك خايبة، لأن تتعلمي ويجيك كل شيء سمح، وتولي تعرفي طيبي. وحتى تو ماشو كل شيء ينجح لي، ثم حاجات تنجح لك وحاجات لا، سبحان الله. كنا كيف كيف، راهو الناس كل كيف كيف، ما ثمش شكون كامل تعلم كل شيء ويعرف كل شيء. مازلنا نتعلموا، وعمرنا الكل نعدو نتعلموا راه. ولهنا كملت معاكم الكعيبات الكلكة كيما تشوفوا. وهنايا قلت خليني نجرب لكم كعيبات نقليهم لكم، وشوفوا لي كلبنا، ونودكم وما نشهيكم، وان شاء الله تعجبكم يا ربي. ما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش في الابونيه كان كماشكم مشتركين. وان شاء الله في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.